ما هي النقابة الطلابية؟ النقابة الطلابية هي النقابة التي تدافع عن مصالح أفرادها. كل نقابة تدافع عن مصالح أفرادها، تنتظم، تصير تتنظم داخل هيئات منتخبة، وبتمثل مجموعة من التجمعات المنتخبة كمان بذات التوقيت من الطلاب أنفسهم. العمل النقابي هذا بيخلي المشاكل اللي عم تحكوا فيها هي مشاكل حقيقية عم يعيشها الطلاب، وإيجاد حلول حقيقية لهي المشاكل. إضافة لذلك عم بتمثلك بالمعادلة بالإطار الوطني السوري بالثورة. يعني عم بصير عندك صوت فرق بين اتحاد النظام واتحاد طلبة سوريا، مو بس اتحاد طلبة سوريا، أي اتحاد معارض عم بتشكل بصرف النظر عن الأسماء، لأنه اتحادات كثيرة جدا. الفرق هو الفكرة التي قامت عليها الكيانات، بمعنى أنه فكرة الاتحاد الطلابي عند النظام هي فكرة أمنية مرتبطة بالسلطات الأمنية، بالأمن، بالشرطة، بالعسكر، بالمخابرات، بالاستخبارات، بكل شيء. أما الفكرة أن احنا أنشأناها هي مرتبطة بالثورة، بالحرية، بالديمقراطية، تنظيم المجتمع، بالديمقراطيات المستقرة. الطالب يشبه نفسه، الطالب يمثل من القاعدة إلى القمة وليس من القمة إلى القاعدة، ينسمع صوته، يأثر، يشعر أنه صوته مسموع، غير مرتبط يعني بفئة معينة من الناس.